في كنوز بناء الشخصية عايز أشارك حضراتكم كلام المتخصصين عن لحظات انهيار الإرادة. ساعات كتير الواحد فجأة يحس إنه مش قادر يتحمل. خليني أقرأ لك مشكلة اتبعتت لي تفهم أنا أقصد أقول إيه. بيقول كنت بصبر وبتحمل بس حاسس إن أنا ما بقتش زي الأول وعلى أتفه الأسباب بفقد صبري، وده بسبب كتر ما صبرت وتحملت. عايز أعرف دي علامة لإيه؟ دي علامة على إنهاك الإرادة، لأن أنت مش ذاكر لي في المشكلة هنا سبب معين أو مشكلة معينة. بعد فترة من كتر ما الشولة اللي شايلها على كتافك تقلت عليك وما نزلتش ولا واحد منهم ولا اتخلصت منه، حصل انهيار وإنهاك لإرادة الإنسان وطاقته. وهنا العلماء، علماء الشريعة والعلماء في العلوم الحديثة، تكلموا على لحظات الإنهاك دي وقالوا إن الإنسان عنده طاقة، والطاقة دي شبهه محدودة. الله هو اللي قدراته غير محدودة سبحانه وتعالى، أما فإحنا بنستهلك وبننهك. لما بنستهلك في حاجة لازم تتعمل، لازم أبدأ أشيل الشولة اللي متقلة كتافي عشان أعرف أكمل. فأول حاجة عايز أشاركها معاك لما تبقى حاسس أنت مش قادر على أتفه الأسباب بتنفجر، محتاج تعرف الأول 3 معلومات. مفيش مشكلة في الدنيا إلا وليها حل. مفيش مشكلة في الدنيا دائمة كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكلة في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنة، مش شخصك المقصود. انت مش معيوب، انت مش معطوب، انت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. تعمل ايه لما تبقى منهك الانهاك الكبير ده؟ لو سمحت ويعني حاول انك انت تعمل اللي العلماء قالوا عليه ده. هات ورقه وقلم وابدا سيب عقلك يكتب المشاكل اللي مضايقاك، وما توقفش عقلك. اكتب الحاجات التافهه والحاجات الكبيره، وما تقولش مش هكتب الحاجات التافهه دي مش مهمه. لا، الزلط الصغير ده لو في منه كتير يتقل قوي الشوال. مش لازم تبقى مشاكل ضخمه انت عارف ان هي مصايب. اكتب كل حاجه، سيب عقلك. وبعدين بعد ما تخلص وعقلك يحط كل الحاجات اللي واجعاك، ابدأ رقم المشاكل الأكثر إيلاما ليك والأكثر إزعاجا ليك واللي تتمنى إنها تتزاح من حياتك. ثم بعد كده حدد المشاكل اللي لو ما اتحلتش هتكمل حياتك من غير خسائر، اللي بيسموها المعارك الجانبية. فاكر الكلمة المشهورة You have to choose your battles؟ اختار معاركك بذكاء. شيل المشاكل اللي لو فضلت موجودة معلش الحياة هتكمل، مفيش مشكلة، مش هخسر أي حاجة، وهنسميها معارك جانبية. ثم الخانة الرابعة، اكتب مين ممكن من اللي حواليك يساعدك، لأن في مشاكل لو أنت رميتها على حد هيخلصها لك، بمكالمة تليفون، بمساعدة مالية، بنصيحة منه لأنه عنده خبرة. بمجرد إنك تروح وتحكي معاه ويسمعك، اكتب بس مين ممكن يساعدك. بعد ما كتبت ال4 حاجات دول، كل المشاكل ترتيبهم، الحاجات اللي مش هحلها لأن أنا لو كملت بيها مفيش خسائر، مين ممكن يساعدني. يبقى ليك أهم حاجة، ألا وهي الحاجة اللي أنت ممكن تبقى فاقد الثقة فيها، وهي باب ربنا. وهسألك سؤال، أنت النهاردة في الصلاة اللي فاتت دعيت وأنت ساجد بالحاجة اللي وجعاك في كل سجدة؟ قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ودعيت؟ ده وقت استجابة دعاء. دورت على وقت الأذان وهو بيأذن وهو وقت استجابة دعاء دعيت ما بين الأذان والإقامة. اتوضيت امبارح وصليت ركعتين قضاء حاجة علشان الحاجة اللي شاغلة بالك. بتقرأ الأوراد والأذكار اللي فيها تفريج للكربات اللي العلماء قالوا عليها في سنة النبي وفي تجارب العلماء. لو ما عملتش كده يبقى محتاج أنا وإنت نراجع مع بعض ثقتنا في عبادة الدعاء اللي بيها بتتحقق المعجزات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم له أذكار لكشف الكربات ودعوات لكشف الكربات. فكان لما ينزل بيه هم صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ذكر لدفع الأضرار. ووصى صلى الله عليه وسلم اللي عنده احتياج عند ربنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويحمد ربنا، ثم يدعو، ثم يصلي على النبي. وكان الصحابة يقولوا كده
فإن الله يقبل الصلاة على رسول الله من المؤمن ومن العاصي، من الطائع القريب ومن البعيد، كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول، فصلي على النبي ربنا يقبلها، واختم بالصلاة على النبي ربنا يقبلها، فإن الله كما يقول الصحابة أكرم من أن يرد ما بينهم. هيقبل الصلاة هنا ويقبل الصلاة هنا على النبي، وهيقبل الدعاء اللي في النص. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة إذا نزلت بكم الكربات أن يقولوا دعاء سيدنا يونس: نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعملها ورد على السبحة 100 كل يوم، 100 الصبح و100 بالليل. وصانا العلماء بكده لأنها وصية النبي وسنة النبي، لأن ربنا قال بعد الآية دي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكأن ختمة الآية إن وكذلك، وانتوا كمان عندكم الباب ده مفتوح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولما سيدنا محمد ابن سيدنا علي شاف محمد ابن المنكدر، والاتنين تابعين يعني من تلامذة الصحابة، فقال له: يا محمد ما لي أراك مهموما؟ قال: من ديون ألمت بي. فقال: عليك بالدعاء، فلقد بورك لعبد في حاجته كائنة من كانت إذا نزل به إذا فتح له باب الدعاء. وقف على باب ربنا وقول له: يا رب أنا فقير وأنت الغني. وكان سيدنا الشيخ دايما يقول لنا لما يبقى عندك احتياج لحاجة عند ربنا تذكر باسم الفتاح العليم: يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم،